the articles. الارتكلز في اللغة الإنجليزية بتتقسم ل definite article أو أداة التعريف و indefinite articles أو أدوات التنكير. أداة التعريف في اللغة الإنجليزية هي the وبتستخدم علشان كذا حاجة، يعني ممكن نستخدمها لحاجة تم ذكرها قبل كده something which has been mentioned before. زي لما نقول We have seen actor in the cinema. The actor has a beautiful face. احنا شفنا ممثل في السينما والممثل ده وشه حلو. هنا هنلاقي ان احنا جبنا سيرة الممثل او الاكتر في الجملة الاولانية، عشان كده استخدمنا أداة التعريف دي للإشارة ليه في الجملة التانية. طب ناخد مثال كمان. I have bought a house. The house includes 6 rooms, 3 bathrooms and a garden. اشتريت بيت. البيت ده فيه 6 أوض، 3 حمامات وجنينة. هنا قلنا الهاوس أو البيت في الجملة الأولى، فاستخدمنا أداة التعريف ذا في الجملة التانية علشان برضو نشير إليه. كمان بنستخدم أداة التعريف دي لما نبقى بنتكلم عن حاجة السبيكر أو المتحدث والليسنر أو المستمع بيبقوا عارفينها، حتى لو ما جبناش سيرتها قبل كده. يعني مثلا أقول إيه؟ Where is the kitchen؟ فين المطبخ؟ Where is the food؟ فين الأكل؟ It is in the oven. هو في الفرن. Where is the picture؟ فين الصورة؟ وهكذا. من الاستخدامات التانية كمان لأداة التعريف دي هي الجمل اللي قمنا فيها بتحديد شخص أو شيء معين. يعني مثلا لما نقول The professor who awarded my certificate is famous. الدكتور اللي منحني الشهادة مشهور. The singer who sang the song is my uncle. المغني اللي غنى الأغنية دي هو عمي. Which car have you bought؟ اشتريت أنهي عربية؟ The blue one. الزرقاء. My car is the one with the black color. عربيتي هي العربية اللي لونها أسود. طب إيه كمان؟ بنستخدم ذي للإشارة للحاجات اللي ملهاش نظير أو ملهاش حاجة تانية شبهها، يعني unique أو متفردة، زي مثلا the sun الشمس، the moon القمر، the world العالم، the Quran القرآن، the Bible الإنجيل، وهكذا. بنستخدم ذي برضو قبل الصفات التفضيلية أو superlatives، زي This is the biggest building in the city. ده أكبر مبنى في المدينة. This is the shortest girl in the class. دي أقصر بنت في الفصل. بنستخدم ذي كمان مع الأعداد الترتيبية أو ordinal numbers، زي لما أقول King George II الملك جورج الثاني. This is the 3rd page of the novel. دي الصفحة الثالثة من الرواية، وهكذا. بنستخدم ذي كمان مع الجنسيات، زي لما نقول The Sudanese السودانيين، The Chinese الصينيين، The Egyptians المصريين، The Americans الأمريكان، The Indians الهنود، وهكذا. وبنستخدم ذي مع أسماء البلاد اللي بتتكون من مجموعة من الكيانات، زي مثلا لما نقول The United Kingdom أو المملكة المتحدة، The United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة، The United States of America الولايات المتحدة الأمريكية. شبه ده كمان المواقع الجغرافية، زي لما أقول The Western Desert الصحراء الغربية، The Caribbean منطقة الكاريبي، The Sahara الصحراء الكبرى، وكمان المحيطات والأنهار والجبال، The Pacific Ocean المحيط الهادي، The Atlantic Ocean المحيط الأطلنطي، The Himalayas جبال الهيمالايا، The River Nile أو نهر النيل. وبنستخدم ذي قبل أسماء الفنادق والمؤسسات، زي لما أقول The UNESCO مؤسسة اليونسكو، The CNN شبكة CNN، The BBC هيئة الإذاعة البريطانية، The Sheraton Hotel فندق شيراتون. وأخيرا بنستخدم ذي قبل الصفات اللي بتستخدم كأسماء لطبقات معينة، زي لما نقول The poor الفقراء، The rich الأغنياء، The desperate اليأسين،